حبيب قلبي وفضل قلبه علاوي حبيب قلبي. ليش؟ لأنه هو سيد الرجال، هو رجل بكل معنى الكلمة. أنا بعرفه، أنا ما بيهين علي أبدا أبدا أبدا، لأني أنا كنت هونيك. لو ما كنت هونيك كان الموضوع مختلف. وقت أنا بكون هونيك ما فيني أسكت عن الحق، ما فيني أشوف حدا عم ينحكي عنه بطريقة مش صحيحة وأنا قاعد هيك وكذا وفلت. لا، مو مظبوط. مع محبتي للجميع، الكل بيعرفوني إني أنا بحبهم كلهم، بس ما برضى أبدا لأنه هي حقيقة ما صحيحة. هذا الهتك ما عم يخسر يا أخي. ما فيك تخسر بهالطريقة، ما بتقدر تخسر بهالطريقة. هي منه أسلوب تخسر فيه. هي منه أسلوب إنه شخص يكون قوي تيجي نحكي عليه ونركب عليه فوتوشوب. هذا منه طريقة يا أخي. ليش ما ربحت عليه بالفيلا؟ ليش؟ هذا السؤال. مع محبتي للجميع طبعا. أنا بحب الناس كلها سواسي. أنا ما عم بحكي عن شخص، أنا عم بحكي عن الفكرة بشكل عام. لأنه كمان الأسبوع الماضي صار نفسه، يعني لو حصل الأسبوع الماضي كنت قاعد بنفس المطرح، كمان حدا نحط بموقف سيء جدا. ليه عم نشوه صورة يا أخي؟ خلاص ما اعتبر أنه البروجرام قطع ومشي. ولكن يعني ما نظبطه، عرفتوا بغض النظر أنتم مع مين بتحبوا ومين ما بتحبوا. هي ما قصة مين بتحب ومين ما بتحب، هي قصة في مبدأ بالحياة. لا أنا بدي شوه صورة شخص بس لأني مني قادر أكون أقوى منه. لا، هيدي ما حبيتها أبدا، مش ظابطة أبدا، ما ناجحة. فإذا بنقول ونعيد وبنكرر، خي العلاوي أنا كنت بالفيلا قبل ما يصير علي هو صديقي وحبيب قلبي وأنا وياه مثل الأخوة. قبل ما يصير أنا كنت قاعد أقول، كنت فكر حالي أنا عندي طاقة ذكورية عالية. كنت طلع أقول مش معقول هالزلمة شو عنده طاقة ذكورية، بينافسني قد منه قاسي. هذا زلمة اترو، عم تفهم؟ ما بينفع كلام مش سليم. هذا الكلام مش سليم، مش محله خطأ. أنا كنت هونيك وأنا شاهد وبعرف. مش نجي نلوفك ونحط قصص. ما بنرضى على هالموضوع. عيب، هذا الموضوع عيب. وها أنا برفع إيدي اليمين قسما إنه أبدا 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 هذا الكلام كله هباء كامل التكوين، هباء وحشو. مع محبتي للجميع، أنا كلهم بحبهم. نرجع. أنا هلا تفكروني أنا عم هاجم حدا. آدم أنا بحبه وطلعت أنا ومن الفيلا بحبه على الآخر. كمان فارس هلا لأنه يعني عم ينطلع ينحكى بهالطريقة. أنا ما عندي مشكلة بحدا، بس أنا عم بحكي عن اللي أنا شفته بالفيلا. كان الموضوع مختلف جدا. اوكي، فحرام وعيب نعمل سوالف ما ظابطه. بس هيك انا ما عم هاجم حدا، انا عم ارجيكم الحقيقه من نظري. اوكي، انا عم ارجي الحقيقه من نظري. كذلك ايضا بنكمل بخصوص الحلقه. ف لا ما يمشي الحال هيك شيء، ما يمشي يا معودين. هي شنو السالفه؟ ماكو هيك سوالف بلا ما نعمله لعلاوي. ماكو هيك سوالف، لازم نرقص له لعلاوي رقصتنا الشهيرة طبعا. نعم طبعا رقصتنا الشهيرة، لأنه يعني ماكو هيك سوالف، ماكو. طبعا هاي الغنية منقدمها لعلاوي. ليش؟ لأنه بطل. علاوي البطل، البقاء للأقوى يا علاوي. نعم دائما البقاء للأقوى. طبعا البقاء لمنه للأقوى. طبعا البقاء لمنه. نعيد ونكرر، الكل بيخاف منه، من علاوي. الكل بيخاف منه، من علاوي.
الكل بيخاف من منو؟ الكل بيخاف من منو؟ من علي. البقاء لمنو؟ للأقوى. الأبطال منو؟ نحن الأبطال. طبعا البقاء لمنو؟ البقاء للأقوى دائما. فإذا هباء كامل التكوين من حولي. طبعا علاوي البطل. بعدين شو يعني؟ فسروا لي شغله، كيف الواحد انا بدي افهم. انا عندي سؤال اخير ونسكر هذا الموضوع وننتهي. انا ما بفهم اذا نحن قاعدين بمكان او الفيلا هو مكان سيء جدا. الفيلا مكان سيء جدا يا اخي. ليش نحن لكن قاعدين فيه مبسوطين وما احلانا؟ ولا وقت الواحد يخسر بس بصير مكان قذر. سؤال يطرح نفسه. نعم. خلينا لكن مشان هلا نكمل اللايف تبعنا الجميل جدا ونحكي عن الحلقه اليوم. الحلقه اليوم كانت جدا حلوه. انا قدرت احضرها بشكل سريع لانه ما كان معي كثير من الوقت. نتكلم ايضا ونحكي عن الديت تبعي انا وآية اللي كان بجنن، كان كثير حلو. يا ريت لو صوروا لكم مقاطع اكثر من هيك كان احلى يعني. والمعركه اللي صارت باللعبه اللي عملوها شاهيناز، ما بتذكر اذا شاهيناز ولا زكية، حدا عضني بكتفي وحدا خرمشني. انا كنت ماسك العلبه هيك بايدي، قلت بدي اتركها تتربحها شاهيناز وتاخذها شاهيناز هي وعلي، لانه عطونا ديت قبل فانا تعرض لهم الجميله. ولكن عمر كان سريع، اخذها عمر. يلا كمان عمر وزكية بيستاهلوا. نعم. شو تحبون نحشي عن علاوي ولا شنو؟ علاوي البطل دائما. علاوي هو البطل. طبعا ايضا كذلك ايضا طبعا هي رقصة لعلاوي، عقص علاوي طبعا. ايضا نتكلم ونقول ايضا خوة وما نرضاها. خليه يعرف علي انه عنده اخو بظهره. نعم طبعا. خليني افسر لكم شغله. شكرا عيوني دكتور زيد البطل، شكرا. كذلك ايضا نحشي على انه انا ما عم هاجم حدا، اما انا عم بحكي اللي بعرفه، لانه هذا الموضوع سكت عليه فتره طويله وبيأسفني شوف انه انا سكت عليه. قلت اول مره طلعت قبل ما انا بين بالحلقات كمان هذا الموضوع طلع ونحكى فيه. بيأسفني انه شوف ليه طلع نحكى فيه، ليه طلع نحكى شيء مش صحيح، يعني كذب مش صحيح. ليش؟ ما فهمت ليش. قلنا يا اخي فليكن، يلا قطعت. بعدين رجع نحكى فيه مرة تانية. اخي بس انه هيدا الكلام منه صحيح، يعني لو صحيح شوي انا بقول ماشي الحال، بس منه صحيح. ما انا كنت معهم كل الوقت.
كل الوقت، مش صحيح يعني. قلت يلا اخر شيء اليوم هيك زعجت يعني. امبارح انا كنت فاتح معه لايف لعلي، نحن عم نحكي بشيء تاني، حدا عم بيحكي خي ما حلوه، ما حلوه هيك، ما حلوه هيك، كلام مش صحيح. انا ماني عم هاجم حدا، انا عم بحكي الحق، عم بحكي الصحيح اللي انا بعرفه، اللي انا بعرفه. هذا اللي انا بعرفه. حرام هذا الكلام، كلام مش سليم، مش صحيح، مش حقيقي، كلام مش حقيقي. شو بدنا نحكي كمان؟ شكرا صفا، شكرا دكتور زيد، شكرا. يعني مش كل مين حدا كان قوي، مش يمكن يا خي، مش الكل في يسيطر بالحياة، مش الكل فيهم يكونوا ألفا، مش الكل فيهم يكونوا ألفا. في ألفا وفي بيتا، هي الحياة هيك، وفي جمة كمان، هي الحياة هيك، هي الحياة هيك. أما وقت الواحد ما بيقدر يكون ألفا، شو بيساوي؟ الألفا يعني المسيطر. وقت الواحد ما بيقدر يكون ألفا ومسيطر، بصير يدمر بالمسيطر، لعل وعسى بيطلع لك. ماكو تفسير تاني، ماكو تفسير تاني. مع محبتي للجميع، الكلام اللي عم ينحكى مش صحيح، ما برضى انا عخي عليه ينحكى هيك، ما برضى ينحكى هيك عليه ابدا، لانه كلام مش صحيح. لو كلام صحيح وانا ما بدي ينحكى عليه، ما بطلع بحكي، ما بطلع بحط حالي وبحكي، ما بطلع، تفهم؟ ما بطلع بحكي، ما بطلع بحكي انا هذا الكلام مش صحيح، يعني بسكت انه يا اخي ما بدي اطلع اقول شيء، بس لا انا بعرف، والساكت عن الحق شيطان اخرس. نعم نعم. واخر كلمه بنقولها، اخر كلمه بنقولها شو هي؟ البقاء لمنه؟ البقاء لمنه؟ البقاء للأقوى. البقاء للأقوى، نعم طبعا. هلا بزيادة حكينا بما فيها كيف هيك، نرجع بنقول ونرجع بنركز ونذكر، لأنه رايحين، أو أنا عارف إنه راح يطلع الكلام بطريقة غير مظبوطة، وأنا ما كنت عم بحكي أشياء عم هاجم حدا. نرجع بنذكر ونرجع بنقول، دكتور زيد حبيبي، نرجع بنقول ونذكر. طبعا أنا مني عم هاجم حدا، أنا هلا راح تفهموا إنه أنا عم هاجم آدم حبيبي، أنا ما عم هاجمه، أنا مش عم هاجم حدا، أنا عم بحكي اللي بعرفه عن علي. يعني لو بدي هاجم كنت بهاجم بغير طريقة. أنا ما عم هاجم، ما عندي شيء تهاجم، ما حدا هاجمني، ما حدا هاجم علي، ما بهجم على حدا، ما حدا قرب علي، ما بقرب على حدا، بس أنا بحكي الحق، أنا بحكي اللي أنا شفته. يعني أكو كلام شوه صورة خيي ما برضى، لأنه الكلام مش صحيح. أوكي تمام. نعم. أيضا كذلك شو بتحبوا نحكي؟ يلا بنقول هلا سماعي رح اسا دقيقتين ورح سكر اللايف. انا ما كنت رح افتح لايف اليوم، بس لو هذا الموضوع زعجني قلت ما ممكن يعني يقطع هيك شيء. كمان بنقول انه نداري نفسنا اليوم، نداري نفسنا. نعم نريد ناكل بيتزا اليوم. هلا من خابر تبع البيتزا بيجيب لنا بيتزا، نداري نفسنا. نعم نداري نفسنا. لو شنو بيتزا تبع $17 عرفتوها؟ يا عمي ليش البيتزا حقها $17؟ حدا فهم ليش؟ ما افتهمت ليش البيتزا $17. شو تريد من عندي هالبيتزا؟ يا معود شو تريد من عندي انت بعد؟ شفتوا هذا اللي هون؟ شفتوا هذا الاعتداء؟ اكو وقت راحتي هسه يا معود. شو تريد من عندي؟ شفتوا هذا الاعتداء؟ شو هالسالفة؟ شو تريد من عندي بعد يا معود؟ شفتوا هذا الاعتداء؟ انه البوبريس
يا ابو بريس شو تريد من عندي؟ شفتوا هذا الاعتداء؟ معول. هلا شو بدنا نسوي بهذا بالابو بريس؟ كيف بدنا نشيله من هون؟ اكو هل من مساعدة؟ شو نسوي؟ شو نسولف؟ يا ربي. يا عمي شنو السالفة؟ شو تريدوا من عندي بعد؟ الأبو بريس الأقوى. نعم الأبو بريس هو الأقوى. شو يريدوا من عندي بعد؟ الأبو بريس. يا أبو بريس يا ربي. شو يريد من عندي هو المعودين معا؟ كيف بدنا نشيله من هون هذا أيضا؟ نعم ما في غير حل واحد. روقوا شوي يا عمي، ما حدا يفل. خليكم معي بهالمعركة، ابقوا معي بالمعركة. نعم رح نستعمل هذا السلاح تبعنا الآن. نعم بدنا هذا السلاح لا حتى نربح هالابو بريس. هالابو بريس شو يريد من عندي ما ندري. هيك شي هالابو بريس. شايفين هذا الاعتداء؟ يا معود. نعم إنه ابو بريس رح يموتني. ابو بريس ما عنده رحمة بعيده. ابو بريس شو يريد من عندي يا معود؟ هل صلاة راحتي شو تريد من عندي بعد؟ انت بخير يا ابو بريس؟ اكو حركة اسمع الصوت. ايه ابو بريس مش عارفين عن اقول كيف بدنا نعمل بالمعود هيدا يا ابو بريس يا معود. نعم اوه يلا عن ابو هرب ابو بريس الملعون. حنلحقه. نعم انه هنا. شو يريد من عندي بعد؟ هسا شو يريد من عندي ابو بريس؟ يا الله ابو بريس هلا شو جابوا علي يا معود؟ شو يريد من عندي هذا ابو بريس؟ اكو حركة هسه سمعت صوت. نعم اوي اللعن يا الله اللعن. شو يريد من عندي هالابو بريس؟ اكو هسه. نعم ندير نفسنا بالسلاح الثقيل. هلا ندخل بالسلاح الثقيل. يا الملعون يا طلع لبرا. يلا هيك شي. نعم انتصرنا على معود. نعم انتصرنا. هيك شي. نعم انتصرنا على ابو بريس. نعم نحط له اغنية الانتصار. هي اغنية